الاخ ايوب. ايوب راه شتي الا خسرتي مع هادي راه خسرتي معنا كاملين. ماشي ان الله غفور رحيم. حنا المهم المسامحه كما جا عند الاخ ابراهيم والاخ شويره والاخ شعيبي وخويا جواد. حنا ولاد البلاد وخويا ما خوش اسمعني ما عرفتش شنو نقول لك. انا خلي ابراهيم بالنيابه عندي هو الاب ديالي. بالنسبه لخونا عادل راه خونا وخونا الكبير، وبصراحه ماشي زعما ابو جمال الله يعمر ليه الدار، وانت الله يعمر لك الدار. انت تساورتي بالعربيه كي ساورتو انت ساورتو ديك السيده خديجه. هذا خاينه راه ما صالحش بالعربيه. ما نمشي نعاود راسو لا ما صالحش داك السيد والله العظيم. انا راه اعداء الانسان عندي هو اللي كيبقى يتسب معاك والله غير شي كلمه نتسلم بحال كاين شي حوايج ندابز انا وياك ياك نضربك تضربني ماشي مشكل نتصالحوا، ولكن نبقى نعيرك الاعراض ديالك وندوز 4 ايام ونجيب لك بدا العيادات. اذا انا كنتهيأ لك اذا انا خايف ونجيب لك لا ونجيب لك نقول تسمح لي لا المسامحه اللي كاينه هي اعتصام ولا اعتصام. وخانا بعيد عليهم بجوج عادي براسو ولا تصالح مع داك خاينه راه ما ولا عادي كيتسوى زهر. لا بنيش الهضره ديال العقل داك السيد ما صالحش. علاش؟ هو مدبز مع عادل منك العادل. علاش غتدخل هذا في الرابط شوف هذه الهضره ديال ولاد البلاد مع بعضياتنا. شوف خا ايوب حنا اي انسان تيكون ضد عادل تيكون ضدنا. حنا صحابك عادل يكون صاحبك. ولكن اسمعني دابا باش انت تكون ضد عادل حنايا اللي قلنا تكون ضد عادل. شي باش عاير عادل والله بحال زعما راه نبقى في الحب خلينا نحرشك عليه. دابا عادل شحال هو بغى يخرج لنا ايوب ولا تنقولوا لا راه احمق ايوب. وفي الاخر فاش ايوب ما بغاش يسكت ويقول لي انتم يا ديروا لي القلم وانتم يا وراه عادل حنا راه خوتي ولا تا ايوب حمق تنعرفوا. اسمعني بالنسبه لايوب قرات صالح بالعربيه ملي صاك ايوب راه صاك خديجه بالعربيه دخلت هذيك السيده معاه في الصحراء صافي. انت عندك ما جاتنيش نهضر عليك والله ما جاتني نهضر عليك. واش انت طالع في النهار كتهضر والسي حنا عادل ما كنعرفوا عادل الميلودي انت اللي وريتي لنا اكبر فنان اكبر كذا في الاخر وليتي كتسب فيه ولا ما مزيانش ولا خايب ولا كذا. بنادم يلعن الشيطان. وقبل ما تقطع بلاتي نعيطوا لعادل نيت تفاجئوا بهذه القضيه ديال راه كاين ايوب. علاش لي ايوب باش يتفاشوا هنا في لاصه تطفيو الغضب هنا في لاصه. الاخ ايوب. ايوب راه شتي الا خسرتي مع عادل راه خسرتي معنا كاملين. ماشي والله العظيم راه الشيء عادل والله العظيم راه كان النهار الاول تيقول لي خرج ليه تقول له الله يرحم باك اخويا عادل راه سيد احمق وراه دريويش وراه عزيزي. والله العظيم فاش عيقتي عليه قال لك انتوما مو سبابي وعادل حنا راه ما يسبابك ونموتوا على قبلك وحنا ولاد البلاد خلينا نروح عزيز علينا. وعادل نجيبوا ثاني مرحبا بك اخي عادل. اي حي شعبي مرحبا بك فهمتي. تحياتي ونيطه ديالك. ما يجيش واحد خارج على 40 ويدير بالبال الولاد بلاد بيناتهم بالعربيه. الله يجعل قلب سميح الصديق. خليك كنجيو الاخ جواد. بصراحه كنحيو خونا عادل نتمنوا يوقع الصلح بيناتهم ونحيدوا ديك الخبايا اللي كتدخل فيها. الله يحفظك. تحياتي للخوت وتحياتي كاع ومرحبا بكم. ومسامح كريم اخ عادل. وانا بلاش واحد القضيه الله يرحمك انا ما بغيتش تفهمني واحد القضيه. انا كنت داخل في واحد المحتوى ديال السجناء والسبان وكنت محارب مع الوسخ ديال البشر ديال الحباسه الوسخ ديال الحباسه. ميزان ديال بخير. الله يرحمك الوالد. وما شفتش بحال هذا النوع هذا. واش واحد طالع كيضرب لك في الاعراض ولا غدا كيقول انا جا نتسامح انا وياك راه لا يعقل. الا كنتي انت عندك الكلمه ديالك دابزتي مع السيد كيقول مسامح كريم. الا تناقشت انا وياك ضربتيني ضربتك كنطلع لي اللي يقول طلع لك اللي يقول دابزنا هذيك كتكون فيها المسامحه. ولكن ملي كيمشي الانسان كيمشي كيضرب واحد المده ديال سيمانه ولا وكيرجع كيبدا يعرف يمشي معيون عاوتاني كذا. اذا انت مهيئ اذا انت فيك ذاك المرض ديال العجوزات انت مريض بذاك المرض ديال العجوزات يعني انت ديال العيالات ما كاينش المسامحه. المسامحه هي انك تعطي الثقه ونعطيك الثقه. اما باش تجي عندي لدار تدق عليا وتعنفني وتبوسني اذا النفاق هذاك وهذاك السيد اللي يتسامح معاه اذا ذاك الهضره اللي كان كيقول فيه راه بحال فيه بصح. ولكن عادل برافو عليك انك ما تسامح.